واحد اغتصب 5 بنات والشرطة حكمت الضحايا. تخيل بنت عندها 18 سنة تدخل اسم الشرطة مكسورة وبتقول لهم واحد اغتصبني. المفروض الشرطة تدافع عنها. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. بنت اتربت في دار رعاية اسمها ماري، مفيش أهل، مفيش سند، مفيش حماية. في ليلة شخص مقنع يقتحم شقتها، يكممها ويربطها ويغتصبها، وتاني يوم بتروح تبلغ، وبدل ما يطبطبوا عليها بدأوا يحققوا معاها كأنها هي اللي غلطانة. الشرطة ما صدقتهاش وقالت لها كلامك مش مترابط، مش باين عليك انك مصدومة كفاية. ومش بس كده، دي اتحكمت واتغرمت ب $500 واتحط اسمها على لائحة البلاغات الكاذبة. بعد سنتين في ولاية تانية بنت تانية بتقول انها تعرضت لنفس الجريمة، لكن هنا التحقيق كان مع ضابطة ست بدأت تربط الخيوط، وطلع ان المجرم هو نفس الشخص وان ماري ما كذبتش. اكتشفوا ان المجرم اللي اغتصبها اسمه مارك، اتقبض عليه واتحكم عليه ب 327 سنة سجن بعد ما اعترف باغتصاب 5 ضحايا. وكل ده كان ممكن يتمنع لو كان حد صدق ماري من الاول. لما نتفليكس حولت القصة دي لمسلسل سنة 2019 حصل زلزال. تم اعادة تدريب محقق الشرطة في 7 ولايات امريكية على التعامل مع ضحايا الاغتصاب. حصلت طفرة في عدد البلاغات لان البنات حسوا ان صوتهم مش هيضيع، وجامعات امريكية خدت المسلسل كدراسة حالة لتدريس اخلاقيات التحقيق. Unbelievable، دي قصة عن بنت اتأذت مرتين، مرة من اللي اذاها ومرة من الناس اللي كانوا المفروض يحموها. سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقة جديدة. في حلقات كتير تانية، فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.